السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة هنعمل روتين ضرب نار، روتين موت، روتين مشجع، بس روتين نظافة، روتين بصوا كل حاجة جديدة. طبعا انا اوريكم ان انا كنت طبعا قعدت انقع الحفاظات دي. بصوا كذا مرة كذا يوم ورا بعض، والله العظيم المية تتوسخ اروح شايلاهم، مفضيه البانيو وغسلاه واروح حطهم تاني لحد ما ميتهم بقت نظيفة، والحمد لله. سبتهم بقى ايه يصفوا كده على القعدة، لحد ما المية طبعا لانهم بيبقوا تقال جدا وبيشربين مية كتير. وجيت نقعت اللي هي دي. تعالوا بقى نخش على المطبخ، وما أدراك ما المطبخ، ايه المناظر دي، ايه الشكل ده. بصوا مبدئيا هو المطبخ مش وسخ، هو المطبخ نضيف، مفيش مواعين، البوتاجاز نضيف، كل حاجة تمام. بس بقى انا هعرفكم ان اللي الظاهر ده حاجة والباطن ده حاجة تانية. طبعا كل ست بيت بتبقى عارفة المخابئ بتاعت الحاجة بتاعتها يعني. بصوا هنا حطيت مية سخنة تغلي. هقول لكم ليه. هشيل طبعا ال البتوع دول، الحمالات دول، بصوا حاجة صعبة قوي، بقوا بيلزقوا من الدهون، وبصراحة انا ما بحبهمش لما بيوصلوا للمرحلة دي. وكل الكركبة بقى اللي على الرخامة دي، طبعا كل ده هيتشال وهيتنضف ومن التراب. والمروحة ديت الحمد لله يعني عايزة ريشة، الريشة بتاعتها اتكسرت. فانا غسلة الشبك بتاعها، بس لسه هي نفسها عايزة تتغسل عشان مليانة تراب. وهشيل الجنب ده كله، هرتبه وانظمه واشوف ايه اللي ناقص. كلنا مع بعض هنبص نشوف ايه الحاجات اللي هتبقى ناقصة. طبعا هفضي التربوهات دي كلها وهتتغسل. وده فرن جديد انا جبته، هوريهولكم ان شاء الله في اخر الفيديو، عقبال ما اكون بقى رتبت الدنيا خالص. وده بقى انا حامل، لان كنت جايبه اتنين في الجهاز. ده كان تحت السرير ما استخدمتوش من ايام فرحي. التاني عليه الانبوبه، وده طلعته عشان الانبوبه بتاعه الفرن، عشان طبعا الانابيب خلوا بالكم ما تحطوهاش على البلاط مباشره. لو ما عندكوش حوامل زي دي ممكن تحطوها تحت كرتونه، تحت كيس بلاستيك، اي حاجه. المهم ان انتوا ما تحطوهاش مباشره، عشان بجد ممكن تصدي على البلاط. ويلا بينا بقى نشوف الليلة دي. طبعا التوابل دي كلها تتفضى والبطرمانات دي كلها تتغسل. بصوا الحتة دي فيها تراب، آه كأني بقى لي 100 سنة ما دخلتش المطبخ. اول حاجة طبعا شلت القياس بتاع المطبخ وابتديت ان انا اكنس. لازم ابقى واقفة على نظافة. كل المطبخ ده هيتبهدل تاني. انتوا هتشوفوا المطبخ، بصوا مشقلباه، معنى كلمة مشقلباه والله. بس النظافة حلوة، انا مبسوطة بالنتيجة. وكل مرة بعمل فيها المطبخ بصراحة ببقى مبسوطة بالنتيجة. بتعب، بتعور، بتبهدل، بس ببقى فرحانة برضو بالنتيجة. معلش على الشبشب اللي انا لابساه دوت، هو مش شبشبي اصلا. بس لقيته كده قدامي فرحت جايه لابساه، لان ما بحبش اقف حافية على البلاط. بصوا بقى، اول حاجه ده باور سحر، اقسم بالله سحر. طبعا انا برش دلوقتي الباور. طبعا انا كنت حاطه حله على البوتاجاز، ففي حديد من الشبك ده سخن، فعشان كده كان كل ما تش يطلع زي بخار كده. رشيت طبعا على الحديد دوت، او على الشبك بتاع البوتاجاز او الحمالات، اي حاجه يعني. رشيت عليها الباور دوت، ومسكت بقى العيون كلها كده، فضيتها، شلت منها البتاع ده اسمه ايه، الالومنيوم، او ورق الالومنيوم اللي انا كنت حاطاه عليها، او الفويل. ورحت جايه حطاهم بقى كده، وحط عليهم ميه سخنه بتغلي وخل وملح ليمون. يا سلام بقى لو كان عندي كربوناتو، بس للاسف ما كانش عندي، فانا حطيت اللي موجود. وجيت هنا بقى سبتهم يتنقعوا مع نفسهم، وجيت شلت بقى ايه اللزق دوت. طبعا انا ببقى لازقاه مش مباشرة، ببقى حاطاه كده، وتحت منه زي ما انتم متعودين الفويل ده. جبت بقى المفك بقى، عملت لك فيها بقى ايه الصنايع اللي مفيش منه اتنين. انا كان عندي مشكلة في البوتاجاز. لما عرفت الراجل، طبعا هو بصراحة بيشوف البوتاجاز نظيف جدا من بره ومن جوه، واستغرب. فانا قلت له ان انا بفكه وبغسله وبرجع اركبه تاني. قال لي طب انتي جايباني ليه؟ طالما انتي بتفكي وبتركبي.
انا كده بحب ان انا اشيل كل حاجه وافك كل حاجه. بص بقى هنا الشفاط طبعا الموتور ده اقسم بالله لو كان في وقت كنت شيلته غسلته. انا غسلته قبل كده مرتين اتنين. لما بيوصل لحالة البهدلة دي انا بغسله. بس بصراحة المرة دي كان اليوم قليل جدا. انا بادئة الساعة 1:30 الظهر، انا مخلصة الساعة 9 بالليل. كنت صايمة. ما فطرتش غير الساعة 9:30. تخيلوا، شربت مية والله العظيم. بس انا طول ما انا ببقى بعمل حاجة بصراحة ما بعرفش اكل. اما بخلص بقى اقعد اكل بقى براحتي. بحس كده ان انا ازاي هقعد اكل وانا ورايا الدنيا مكركبة اصلا؟ مش هينفع، مش هعرف. جبته برضو. بصوا انا البوتاجاز غسلته هنا على مراحل، يعني هتشوفوا ابداعاتي بصراحة. بس انا لو كنت مسكت البوتاجاز لوحده بصراحة كنت هطول. انما انا اعمل حاجة وارجع له تاني، اعمل حاجة وارجع له تاني، عقبال ما تكون حاجة خلصت اكون ايه رجعت له تاني. طبعا مسكت الشفاط زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت عليه الباور برضو وسبته يتنقع. مسكت الستارة غسلتها. طبعا قلت عقبال ما اكون خلصت تكون نشفت عشان اركبها. غسلتها واتنشرت وبقت زي الفل، وهي خفيفة اصلا فبتنشف على طول. رجعت تاني البوتاجاز. طبعا الحتت دي كان اكتر حتت انا بحب ان انا افرش بوتاجازي بسبب الحتت دي. طبعا دي فراغات كده، فاوقات طبعا بيقع فيها دهون. رز مثلا، حبايه رز ولا حاجه، ما بحبهاش بسبب كده. فعشان كده بفرش على طول البوتاجاز. هنا بقى بعد ما عملت الحتة دي بتاعت البوتاجاز، كان هنا الباور قام بالواجب وبزيادة. اقسم بالله الشفاط خلاهولي كأن اللي بمسحه او بغسله ده تراب، يعني مفيش اي دهون. هو الحمد لله برضو ما كانش يعني وصل للدرجة لان انا على طول ايدي فيه. بس برضو هو سحر، انا مش هقدر ان انا اقول غير ان هو بحاجة بصراحة حاجة تحفة. فانا مسكت بقى الشفاط. بصوا بقى بيبرق اهو. وجبت برضو الجزئية التانية. هرجع اقول لكم بقى ان انا بعمل حاجه وارجع تاني للبوتاجاز. ليه؟ انا قلت لكم ان انا لو مسكت البوتاجاز على طول هياخد مني وقت كبير، فعقبال ما اجي اعمل الحاجات التانية هحس ان النص اليوم ضاع. فلا، انا عقبال ما بحط الحاجه مثلا الحاجه ديت ارش عليها الباور عقبال ما تبوش، او انقع الحمالات كده عقبال ما تبوش، بيبقى الموضوع سهل عليا. فما بتعبش نفسي من يمة ومن يمة تانية. بحس ان انا بنجز جنبه حاجات تانية. فانتوا هتشوفوا دلوقتي الصالة ما شاء الله، يعني انا تقريبا رحمت اوضه الانتريه. فقلت بقى ايه نظبط الصالة يعني. حسيت ان هي اقرب لي بصراحة من الحمام. بصوا دي كانت لونها اسود. اسود، مش دهون. طبعا انتوا عارفين ان انا بغطي طبعا العيون بتاعه البوتاجاز بالفويل، فطبعا ده بيحافظ عليه. بس اسود من العوامل الجوية، اسود من مش عارفة بقى، هي كانت سودة بصراحة. بس مش دهون، هي كانت لونها اسود. فطبعا بصوا بقى مع المية السخنة والملح الليمون والخل خلاها رجعت تاني. هي اصلا نحاس، فطبعا انتوا عارفين النحاس بيتأثر بالعوامل الجوية وكده. ف رجعت تاني من غير دعك ولا مجهود ولا تعب. وبصوا المية بقت نيلة. طبعا دخلت بقى الحمام، ما هو دور بقى المطبخ والحمام بقى ابتدى ايه يشتغل. طبعا دي الازاز بتاع الازاز بتاع البوتاجاز، ووراه الستانلس اللي هي بيبقى عليها العيون دي. رشيت عليهم باور طبعا وهغسلهم، وبملى الجردل عشان اشطف على طول، فبيسهل عليا الموضوع. خلصتهم دخلت على المطبخ تاني عقبال ما هم يتصفوا. عملت ايه بقى؟ مسكت المروحة دي، كانت عليها كمية تراب مش طبيعية. وبرضو كان عليها زي، عارفين لما بيبقى مش دهون بقى، البخار اللي بيطلع من الدهون دوت وبيلزق. هو كان حاجة زي كده، بس مش كمية دهون كبيرة، يعني هي حاجات كده تحس ان هي التراب لزق بسببها. فاهمين؟ الباور ده برضو تحفة. بصوا خلاها تحفة. طبعا انا كنت بعت جبت الستيكر بتاع الازاز، وجبت كمان كسوة الانبوبة عشان شكل الانبوبة كده بصراحة عرة يعني في الوش، فلازم اغطيها. وهنا بقى كنت بشيل الحاجة من التربوهات عشان اغسلها، وفي نفس الوقت انا بفرز الحاجة وبشوف ايه الحاجات الناقصاني عشان اجيبها، ايه اللي موجود عندي وايه الحاجات اللي ناقصة. دي برضو حركة حلوة جدا.
برضو لازم تعملوها. دخلت عملت التربوهات على فكرة، ما سبتهاش يعني، انا خلصتها ودخلت غسلتها على طول وسبتها بقى تتصفى. وهنا جه دور اليوسطى التاني، اليوسطى السباك او اليوسطى اللي مش عارفة ايه بالظبط، ان هو يشتغل في الحاجة. فجيت هنا برضو فكيت الازاز بتاع الفرن، وكمان عملت الصاجة، ورحت واخداهم الاتنين رش عليهم باور وحطاهم في الحمام عقبال ما يبوشوا. وجيت هنا بقى مسكت البوتاجاز تيكي 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 تيكي، غسيل غسيل غسيل. بس طبعا انا ما بكبش ميه، هو انا بغسل بس ما بكبش ميه. وتاكدوا يا جماعه، تاكدوا 100 مره ان انتوا بتغسلوا البوتاجاز حتى لو كده من غير ما تدلقوا ميه، ان تكون فيشه البوتاجاز متشاله، لا يكون لا قدر الله في ماس كهربي ولا حاجه فانتوا تتضرروا يعني. طبعا انا كنت حاطه هنا الحاجات القماشانات دي بسبب ان طبعا الضوء عاكس، فانا كنت ظاهره في الستانلس كانه مرايه بالظبط. وهنا بقيت اجيب القماشه قطن، اهم حاجه تكون قطن، تغسليها وتعصريها وتيجي تمسحي بيها. طبعا كنت عملته كده من جوه ومن عند الزراير. جه دور بقى ايه المرايه الخارجيه برضو، امسكيها برضو بالستر رشيت، وبعد كده مسكت برضو بالصابون والسلكة وغسلتهم كويس، وبرضو نفس التنشيفة. انا ما بدلقش مية، انا بمسك اغسل القماشة وانشفها. وجيت الدرج اللي تحت ما رحمتوش، طلعت برضو الصاجه اللي فيه كانت متطربه. بصوا بقى، انا حاطه فيه الصاجه وحاطه فيه الشوايه لانهم ملهمش اي 30 لازمه وبيزحموا الفرن على الفاضي. فالدرج ده حلو قوي ان انا بحط فيه الحاجات دي، بيتطربوا ماشي بس عادي يعني، بيتغسلوا وبتنضفوا تاني. هنا بقى كان مكان البوتاجاز انا نزلته هنا. طبعا انا عندي مستويات زي ما انتوا عارفين، فانا نزلته من على المستوى بتاعه. بوريكم بقى التراب اهو مكان ما كنست الشباك ونفضته، الرخامه كلها بقت مليانه تراب. فانا جبت بقى الفرشه دي، ابتديت ان انا اكنس التراب ده انزله في الارض. وابتديت بقى جبت حته القماشه دي تاني وابتديت بقى امسح التراب. وجبت ميه جنبي بقيت اعصر فيها وامسح، اعصر فيها وامسح. طبعا انا حاطه هنا مفروشين اتنين على الرخامه. طبعا المفرش ده اللي هو الاستيكر اللي بيتلزق، وفوق منه اللي هو المتحرك اللي انا حطاه دوت. بس حلو يعني بصراحه، هو بقاله معايا دلوقتي يجي سنه. انا كنت فرشاه من رمضان اللي فات، يعني على رمضان هيتم سنه. حلو جدا برضو، بيتغسل وكل حاجة، بس برضو هو بيتقطع يعني، هو مش بيستحمل غير مع المحافظة يعني. بس هو الحمد لله هو معايا زي الفل، بغسله وبنشفه وبيبقى زي الفل. وهنا بقى جيت مسكت الحيطة بقى دي اللي ورا البوتاجاز. طبعا دي لازم تتغسل كويس جدا لان بيبقى فيها دهون، بس برضو ما كانش دهون كتير برضو لان ايدي في الحاجة. بصوا بقى منظر المطبخ، انتوا كده هتتخضوا على فكرة بقى. انا احلى منظر دلوقتي كده، انا المطبخ يعتبر خلص ازاي بالكركبة دي. كل حاجة في المطبخ اتغسلت، مفيش غير ان كل حاجة بقى ترجع مكانها، ما تتخضوش. بصوا بقى الرنج ده بتاعي اللي كنت بحكي لكم عليه في اوضه الاطفال انه متدمر وان انا نفسي اجيب واحد اهو. بصوا والله هو اهو بنفس اربطته بنفس كل حاجه. بس الحمد لله انا عرفت اظبطه من تحت وافتحه حلو، وكنتش عارفه افتحه. وهنا كانت اللمبه الحته اللي هناك دي كانت بايظه، فجوزي وداها الواحد قص الحته دي وركب مكانها جاك تاني، والحمد لله اشتغل تاني على خير. مبسوطه بيه جدا على فكره. هنا بقى بصوا الصالة، بصوا كل حاجة مغسولة ومحطوطة تتنشف، وكركبت السنين والدنيا زي الفل. الحمد لله الحمد لله، قول الحمد لله. طالما فينا صحة. هنا طبعا كنت حاطة الازاز بتاع البوتاجاز والازاز بتاع الفرن والاستانلسة بتاعة البوتاجاز اللي بتحط عليها العيون والمروحة والتربوهات والشفاط وهنا الصاجات بتاعة الفرن، الصاجة الداخلية والصاجة الخارجية، كل حاجة. سكت على كده لا، دخلت فضيت التوابل ومسكت البطرمانات بتاعتها غسلتها. عقبال ما غسلتها اديتها لماما ربنا يخليها لي يا رب. قعدت نشفتها لي بالفوطه بتاعه المطبخ، فوطه نظيفه كده. على ما خلصت كانت البطرمانات نشفت خالص، وحطيت فيها توابل تاني. وهنا بقى كنت بفرش بقى ايه قبل ما احط ده على
مكانه يعني على البوتاجاز، فرشته على الارض كده ورحت جايه مركباه. وطبعا كنت ركبت الفويل برضو الالومنيوم ده. وهنا بقى هبتدي اركب الحاجات دي اهو. ركبت اول حاجه الازاز، يا سلام على النظافه، بصوا هو مغسول حلو قوي. وبصوا الشفاط معفن، بصوا بعد ما ركب بقى بينور. ملكوش دعوه باللي بره. يجي له يوم كده ان شاء الله واعمله. وهنا برضو الستاره كانت نشفت وركبتها، وابتدى المطبخ يروق. شفتوا انتوا كنتوا متخضين من شكله، بس انا قلت لكم ان فعلا كده انا ببقى عرفت ان انا خلصت. هنا بقى ركبت العيون وحطيت كمان الفويل ده، انا بحب احطه كده دايما بيحافظ على العيون. وهنا بوريكم ان هنا ده اصلا نحاس، وبصوا نضف وبقى جميل ازاي. بس طبعا ده يعني بقى له 15 سنة النار بتاكل فيه، فكتر خير التنقيطة السوداء اللي موجودة فيه دي. وهنا ابتديت ان انا برضه اغطي كل العيون واسيب العين دي بقى بنعمل عليها شاي، بسخن عليها حاجة عيش مش عارف ايه، فبتبقى سهلة، فبسيبها ايه على طول كده مكشوفة، بغطي اخواتها الا هي. وحطيت الحوامل بقى الجميلة بعد ما نطفوا ما بقوش بيلزقوا. وبالشكل ده كده خلاص كل حاجة رجعت بقى مكانها. بصوا بقى، رجعت التربو وحطيت الحاجات اللي فيه، وطبعا كتبت النواقص ورصيت بقى كل حاجة مكانها على الرخامة، الزيت والسمنة والخل والمناديل كله. حطيت كل حاجة وظبطت كل حاجة. الباسكت بتاع الزبالة اعزكم الله طبعا انا كنت رميته. وهنا دي الحاجات بقى اللي فيه، الاكياس اللي كنت معبية فيها التوابل. وده الفرن بقى، ايه رأيكم فيه؟ حلو. فرن صغنون كده على قدي بصراحة يعني. الفرن بتاع البوتاجاز كان معرفش كان ايه اللي حصل له كده، كان اتعفرت فترة، بس الحمد لله انا برضو صلحته. وده قلت بقى اعمل فيه الحاجات التقيلة. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم بقى على قلبكم زي العسل. ويا رب تكتبوا لي في الكومنتات ان كان الفيديو حلو ولا لأ. وان شاء الله استنوني فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.